السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل ما بدأناه في فصل التكاثر. احنا كنا بدأنا في الاول وعرفنا ايه هي عمليه التكاثر، ومن اسمها تكاثر يعني عمليه بتهدف الى زياده العدد، كثره العدد. ماشي. وقلنا ان في نوعين من التكاثر، اللي هو التكاثر اللاجنسي اللي كان سهل بسيط ما بيحتاجش وقت، غير مكلف، وكانت بتقوم به الكائنات البدائيه البسيطه عشان هو تكاثر بسيط سهل. طيب، وتكاثر جنسي ده تكاثر معقد بيحتاج كائنات معقده راقيه. ماشي. عرفنا الفرق ما بينهم، وعرفنا ان في كائنات يعني طماعه قوي بتعمل اللاجنسي وبتعمل الجنسي عشان تاخد مميزات ده ومميزات ده. دي ممكن نقول يعني ايه المقدمه بتاعت الفصل اللي احنا متعودين عليها في اول اي فصل، اللي هو بيبدا يعرفك ايه الموضوع اللي انت هتتكلم عنه وشويه تفاصيل عنه، بس هي كبيره شويه في التكاثر. طيب، زي اي فصل بعد ما يخلص المقدمه بتاعته عرفك انواع وكل الكلام ده، فجه الدور على ان احنا ندرس التكاثر في النبات والتكاثر بعد كده في الانسان. طيب، علشان نبقى بنتكلم بشكل من الدقه، النباتات دول كتير جدا. طيب، انهي نباتات بالظبط اللي احنا هنتكلم على التكاثر بتاعها؟ طب ما تيجي كده افهمك مين هم النباتات عامه، واحنا في الدرس ده هنتكلم بالاخص على انهي نوع. بص، النباتات عامه بتتقسم لثلاث حاجات رئيسيه. ايه هم الحاجات اللي النباتات بتنقسم لهم؟ قال لك احنا هنبدا من تحت كده، اقل حاجه ينفع تقول عليها نبات ونطلع واحده واحده. ماشي. قال لك اقل حاجه ينفع تقول عليها ان ده نبات حاجه اسمها الطحالب البسيطه. طحالب ايه؟ طحالب راقيه يا رب، معلش معذره. طحالب ايه؟ راقيه. طيب نقف كده. طحالب، صح. طحالب ديت حاجات بدائيه قوي، صح. فمعظم الطحالب بدائيه بسيطه، يبقى بتختار انهي نوع من التكاثر؟ اللاجنسي، عشان هي بسيطه وما بتعملش الجنسي الا لو الظروف ايه اجبرتها على كده. يبقى انا عندي طحالب دي كائنات بسيطه فبتعمل الجنسي وما بتعمل اللاجنسي، وما بتعملش الجنسي الا لو الظروف ايه اجبرتها. ماشي. طيب، نعلى بالليفل شويه، يعني اقل حاجه في النباتات هي الطحالب الراقيه. لو علينا شويه هنلاقي مين؟ قال لك هتلاقي حاجه اسمها النباتات اللاوعائيه. لا ايه؟ لاوعائيه. لاوعائيه يعني ما عندهاش اوعيه، يعني ما عندهاش ايه من الاخر؟ ما عندهاش خشب ولحاء. يبقى لاوعائيه يعني ما عندهاش اوعيه، يعني ما عندهاش خشب ولا لحاء. مين الخشب واللحاء ده؟ الخشب ده اللي هي المواسير اللي في النبات اللي بتشيل الميه، واللحاء ده المواسير اللي في النبات اللي بتشيل الغذاء. فهو ولا عنده خشب ولا عنده ايه؟ لحاء. طيب، ملناش دعوه بالتكاثر بتاعهم دلوقتي، مش وقته يعني. طيب، بعد كده طالما في نباتات لا وعائيه يبقى في نباتات ايه؟ وعائيه. يعني عندها خشب اللي بينقل الميه، وعندها لحاء اللي بينقل الايه؟ الاكل. طيب، هل احنا ناخد انهي واحده في دول؟ سيبك من الطحالب، سيبك من اللاوعائيه، ركز لي على الوعائيه. الوعائيه اللي عندها خشب ولحاء هنلاقيهم برضو انواع. هل هناخدهم كلهم في الدرس ده؟ لا، هنتكلم على نوع واحد بس منهم. قال لك اللي عندهم خشب ولحاء دول اقل حاجه فيهم السرخسيات. يبقى احنا عندنا يعني الاقل رقيا في النباتات الوعائيه وهي السرخسيات. ماشي. انت شاطر، انا عارف، صح. السرخسيات دي اللي اتكلمنا عليها في ظاهره تعاقب الاجيال، اللي هم الكائنات الطماعه اللي كانت بتعمل التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي عشان تاخد ميزه ده وميزه ده. اللي كان مثالين عليهم مين؟ الفوجير وكزبره البئر. يبقى انا عندي مثال من الوعائيه السرخسيات اللي هم الفوجير وكزبره البئر. كانوا بيعملوا الجنسي والايه؟ واللا جنسي. طيب، بعد السرخسيات هنلاقي عندك مين؟ قال لك نباتات بيكون عندها بذور بس البذره دي مش متغطيه بحاجه، فقال لك يبقى اسمهم معرات البذور. عندهم بذور بيكونوا ايه؟ بذور، بس البذره دي مش متحوطه بحاجه. هو انت طبيعي كده البذره بتبقى متحوطه بايه؟ انت ما بتيجي تاكل فاكهه بتاكل ثمره وجواها بذره، فاللي بيبقى مغطي البذره هي الايه؟ الثمره. فدول كده معرات البذور، البذره موجوده لكن مفيش ايه؟ مفيش ثمره. مفيش ايه؟ ثمره. طيب، اخر حاجه بيكون عندهم البذره موجوده داخل ثمره، فقال لك يبقى اسمهم مغطاة البذور.
معلش انا عارف ان انا طولت شويه بس المقدمه دي مهمه. تمام. مغطاة البذور ليه اسمهم مغطاة بذور؟ قال لك عشان عندهم بذره والبذره دي موجوده داخل ثمره فيتسموا مغطاة البذور. ولقينا دايما النباتات اللي بتكون عندها بذره وثمره كان عندها زهره، فقال لك يبقى انا ممكن اسمي مغطاة البذور النباتات الزهريه. وقف هنا بقى، هي ديت اللي احنا هناخد التكاثر بتاعها في الدرس ده. يبقى احنا في الدرس ده هنتكلم على التكاثر بتاع مين؟ النباتات اللي البذره بتتكون جوه ثمره، ودي نباتات دايما بيكون عندها ازهار فاسمها النباتات الايه؟ النباتات الزهريه. وده اللي احنا هنتناوله في هذا الدرس. شباب، وكنا قلنا ان احنا هنتكلم على التكاثر في انهي نباتات بقى؟ النباتات الزهريه. نرجع تاني كده، قلنا النباتات الزهريه دي نباتات بتتميز ان هي بتكون بذره داخل ثمره، فكنا بنقول ان هي نباتات مغطاة البذور. مغطاة الايه؟ البذور، يعني البذره بتنشأ داخل ثمره، يعني عندها بذره وعندها ايه؟ ثمره. تمام. قال لك النباتات الزهريه دي انت عمال تقول لي الزهره هي ايه؟ هي الزهره دي؟ احنا عايزين نعرفها. فقال لك اول حاجه تعرفها عن الزهره هي عضو التكاثر في النباتات الزهريه او النباتات مغطاة البذور. يبقى عضو ايه؟ التكاثر في النباتات الزهريه. ماشي. يبقى انا كده فهمت النباتات دي هتتكاثر من خلال الزهره. طيب عايزين نعرف الزهره ديت شكلها في النبات بيكون عامل ازاي؟ قال لك دي ليها وضعيات معينه. بص، لو قلنا ان ده كده الساق بتاع النبات، فممكن الساق ده يطلع منه فرع، ماشي؟ الفرع ده هو اللي بيبقى شايل الزهره. فلو ده الساق، تمام؟ الساق ده طالع منه فرع هو اللي شايل الزهره، فقال لك تبقى الزهره دي اسمها معنقه، يعني محموله على عنق. يبقى تاني، انا عندي الزهره دي هي عضو التكاثر، ممكن تكون اول حاجه معلقه. يعني ايه معلقه؟ يعني عندي الساق اهي بيطلع منها فرع هو اللي شايل الزهره. طيب ايه الاحتمال الثاني؟ قال لك ده الساق اهو، صح؟ تمام. هتلاقي الزهره قاعده على الساق على طول، فقال لك يبقى اسمها زهره جالسه. يبقى تاني، الزهره اللي هي عضو التكاثر اول حاجه ممكن تكون معلقه، يعني متشاله على فرع من الساق. طيب وممكن تكون جالسه، يعني لازقه على الساق. يبقى اول حاجه الزهره ممكن تكون معلقه او جالسه. تمام. قال لك ثالث حاجه ممكن تكون معلقه وذات قنابه. يعني ايه قنابه؟ قال لك بص، يبقى في ورقه من هنا كده، ورقه من النبات عادي، هي دي اللي طالع منها الزهره. فدلوقتي الورقه دي طالع من النبل بتاعها، يعني الزاويه الضيقه بتاعتها، اصل دي الزاويه الواسعه بتاعتها ودي الزاويه الضيقه. بص، الورقه دي طالع منها زهره، فقال لك دي كده ايه؟ معلقه عشان متشال على فرع، صح؟ يعني كده دي زهره معلقه. طيب انا لو لقيت ورقه من النبات تحت الزهره او تحت الفرع اللي شايل الزهره، فقال لك تبقى معلقه وذات قنابه. تمام؟ دي كده معلقه ايه؟ ذات قنابه. يعني ايه قنابه؟ يعني الورقه ده اهي، هي دي الايه؟ القنابه. طيب دي كده معلقه بدون قنابه، مفيش ورقه. تمام؟ يبقى دي كده معلقه بدون ايه؟ بدون قنابه. طب دي جالسه بدون قنابه، مفيش ورقه هنا، يبقى اذا دي جالسه بدون قنابه. طب تعالى نبص على دي كده، تعالى نوصف دي معلقه ولا جالسه؟ دي لازقه على الساق الرئيسيه على طول، صح؟ تبقى جالسه. طيب هل في ورقه؟ لا، اذا بدون قنابه. طب لو انا عملت ورقه هنا كده، يبقى اذا جالسه وبقنابه. يبقى تاني، احنا قلنا النباتات الزهريه بتتكاثر من خلال الزهره، فالزهره هي عضو التكاثر في النباتات الزهريه او النباتات المغطاه البذور. يعني ايه نبات مغطى البذور؟ يعني البذره موجود حواليها ثمره، فكده الزهره البذره متغطيه. طيب الزهره لو قلنا ده الساق، لو لازقه على طول تبقى جالسه، لو متشاله على فرع تبقى معلقه. طيب لو الورقه في ورقه تحت الزهره تبقى ذات قنابه، مفيش ورقه تبقى بدون قنابه. طيب لو انا عايز اعرف القنابه او القنابه، هقول القنابه دي هي عباره عن ورقه يخرج من ابطها
زهرة. يعني ايه؟ يعني انا والله بص ادي الساق اهو، هلاقي فيه ورقة، هي دي القنابة صح؟ ماشي. بقول لك بيخرج من الإبط بتاعها بتاع الورقة دي زهرة. طيب هو فين الإبط بتاع الورقة؟ قال لك بص الورقة بيكون عاملة زي زاوية حادة مع الساق وعاملة زاوية منفرجة مع الساق. شايف الزاوية الحادة دي؟ هي ديت الإبط بتاعها. كلمة إبط يعني الزاوية الضيقة اللي هي الزاوية الحادة. تمام؟ فهتلاقي بيخرج من هنا ايه؟ بيخرج من هنا زهرة. تمام؟ يبقى انا عندي القنابه يعني ايه؟ يعني ورقه بتلاقي ادي الورقه اهي بيطلع من هنا الايه؟ الزهره. هي دي الايه؟ القنابه. يبقى ممكن تكون معمقه بدون قنابه، جالسه بدون قنابه، معمقه بقنابه، جالسه بقنابه. طيب ده كده بالنسبه للوضعيات بتاع الزهره. يعني لما اجي اقول لك الزهره يبقى شكلها عامل ازاي؟ ممكن تقول لي معمقه جالسه بقنابه بدون قنابه. مفهوم؟ ماشي. قال لك طيب انا فهمت دلوقتي الوضعيات بتاعتها اللي هي بص واقف عامله كده وواقف عامله كده مش عارف الكلام ده، بوصف شكلها بيبقى عامل ازاي او موجوده ازاي. طيب قال لك المنشأ بتاعها بقى يعني بيبقى في زهره واحده في الساق ولا في كتير ولا واحده هيبقى شكلها عامل ازاي؟ فعايزين نتكلم عن المنشأ بتاع الزهره. فمنشأ الزهره قال لك ممكن تكون زهره واحده بس في الساق. فقال لك لو زهره واحده في الساق تبقى اسمها وحيده. يبقى ممكن تنشأ ايه؟ وحيده، يعني زهره واحده بس في الساق. طب الوحيده ديت لو لاحظت حاجه هتلاقي واحده بتبقى موجوده في اخر الساق من فوق وواحده بتطلع من جنب الساق. قال لك انا هسمي اللي بتطلع في اخر الساق هسميها طرفيه، موجوده على الطرف من فوق. يبقى لو ده الساق ممكن يكون بيطلع ازهار كتير او زهره واحده. لو بيطلع زهره واحده الزهره دي ممكن تكون موجوده على راسه صح؟ فقال لك لو موجوده على راسه يعني على الطرف اللي فوق تبقى اسمها ازهار او زهره طرفيه. يبقى انا عندي الوحيده قد تكون دي كده ايه؟ طرفيه، يعني موجوده على الطرف بتاعه من فوق. طيب ممكن تكون بتطلع من الجنب او ابطيه. يبقى انا عندي الزهره دي كده ايه؟ وحيده ابطيه او جانبيه. يبقى انا عندي الزهره ممكن تكون واحده بس او شويه. طب لو واحده في احتمالين، الواحده دي ممكن تكون طرفيه او ابطيه. يبقى قال لك الطرفيه دي اللي بتنشا فوق خالص دي بتوقف النمو. يبقى مجرد ما الزهره تتكون على راسه من فوق هتوقف النمو. يبقى الطرفيه ده بتحد من نمو الصاد، بتوقف النمو مجرد ما تتكون. طب الابطيه اللي بتطلع من الجنب قال لك الصاد بيكمل نمو عادي. يبقى انا عندي لو واحده بس وفوق هتوقف النمو، طب لو واحده بس وطالعه من الجنب النمو بتاع الساق يكمل عادي. يبقى الطرفيه تحد من نمو الساق. طيب الابطيه لا تحد، يعني الساق بايه؟ بيكمل عادي من نمو الساق. يبقى انا عندي منشأ الزهره ممكن تكون وحيده، الوحيده دي طرفيه او ابطيه. الطرفيه بتوقف النمو بتاع الساق، والابطيه النمو بتاع الساق بيكمل عادي جدا. طيب مثال على الطرفيه دي قال لك عندك التوليب. عارف انت الزهره لما كنت في ابتدائي كده ما بتعرفش ترسم تروح جاي كاتب ايه؟ 2 7 6 ماشي طريقه نصها كده وتقول ان دي زهره. هي دي زهره التوليب. زهره التوليب دي هي زهره طرفيه وحيده، بتكون واحده بس على الساق وموجوده فوق، فبالتالي تعرف ان هي بتوقف النمو. تمام. ومثال على ديت هي زهره البتونيا. ماشي. طيب الحاجه الثانيه يبقى ده اول حاجه لو كانت وحيده يعني واحده بس. طب بص هنا كده هتلاقي الساق طالع منه اصفار كتير جدا، فقال لك ممكن تكون متجمعه. يبقى انا عندي ممكن تكون زهره واحده فتسمى وحيده، وممكن يكونوا شويه كتار فيسموا متجمعه. طيب المتجمعه ديت بتساوي كلمه ثانيه بيقول لك يطلق عليهم لفظ النوره. النوره او النوره. ماشي. يبقى انا عندي اما يكون ساق مطلع ازهار كتير يبقى اسمها ايه؟ ازهار متجمعه او النورات. طيب امثله على النباتات اللي بتطلع ازهار كتير قال لك عندنا مثالين. ايه المثالين؟ قال لك الفول ونبات تاني اسمه المنصور، يبقى متجمعه فول منصور. يبقى المتجمعه مثل الفول والمنصور. يبقى انا عندي المتجمعه دي مثل مين؟ مثل نبات الفول ونبات المنصور. يبقى تاني
احنا اتكلمنا في ايه؟ قلنا والله ان احنا هنتكلم على التكاثر بتاع النباتات الزهريه، وقلنا عايزين نعرف الزهره ديت اوضاعها بتبقى عامله ازاي. قلنا ممكن تكون معلقه جالسه بقنابه او بدون قنابه، ممكن تكون واحده بس طرفيه او واحده بس جانبيه او قلطيه، وممكن يكونوا كتير. طيب يا شباب، بعد ما عرفنا الاوضاع بتاعت الزهره، تعالى نتعرف على الزهره بتركيبها بشكل من التفاصيل. بص، احنا قلنا الزهره دي هي عضو التكاثر. طب تركيبها هي ذات نفسها عباره عن ايه؟ هقول لك ان هي عباره عن ساق قصيره. طيب هل الورق بتاع الساق ده شكله عادي ولا شكله ان هو شكل الزهره؟ قال لك فهي عباره عن ساق قصيره، الورق بتاعها شكله اتغير عشان يكون لك مكونات الزهره. طب تعالى نكتب الكلام ده. هقول ان الزهره هي عباره عن ساق قصيره. تمام، لحد دلوقتي هي ساق قصيره. ماشي. تحورت اوراقها لتكوين المحيطات الزهريه. يعني ايه؟ يعني عباره عن ساق قصيره، الورق بتاعها شكله اتغير عشان يكون لي مكونات الزهره. طيب تعالى نبص كده، دي كده الساق بتاعت النبات اهي، الساق الرئيسيه، طالع منها ساق قصيره بيسموا العنق. اسمها الايه؟ اسمها العنق. طيب في نهايه العنق هتلاقي حته منفوخه كده هي اللي شايله لك الزهره. قال لك الحته اللي منفوخه دي اسمها التخت. اسمها ايه؟ التخت. يبقى الزهره قاعده على تخت. يبقى انا عندي عنق بيكون في نهايته انتفاخ، الانتفاخ ده اسمه الايه؟ التخت. طب تعالى بقى نخش على مكونات الزهره ذات نفسها. قال لك اول حاجه هو الورق الاخضر اللي بره ده. ماشي. انت لو بصيت على اي زهره وهي لسه مقفله ما فتحتش، اي ورده ما فتحتش، هتلاقي الورق لونه ايه؟ لونه اخضر. الورق ده يسمى الكأس. يبقى انا اول حاجه معايا في الزهره هو الورق الاخضر اللي ناحيه بره، اسمه الايه؟ اسمه الكأس. يبقى رقم 1 الكأس. ماشي. الكأس ده لو انا عايز اوصفه هقول ان هو ورق اخضر اللون. وظيفته ايه؟ قال لك ده موجود عشان يحمي الاجزاء اللي جوه في الزهره لحد ما الزهره تفتح. يبقى ورق اخضر وظيفته حمايه الاجزاء الداخليه للزهره حتى تفتحها. يبقى انا عندي ده عباره عن ورق اخضر، وظيفته ايه؟ وظيفته حمايه اجزاء الزهره الداخليه حتى تفتح. يبقى بيحمي الحاجات اللي جوه لحد ما الزهره ايه؟ تفتح. طيب قال لك هم كانوا قاعدين فاضيين كده، الورق اللي بيحوطها ده اسمه الكأس ولونه اخضر بيحمي الحاجات اللي جوه، فقال لك انا هسميه باسم تاني. الكأس ليه اسم تاني يسمى السبله. يبقى كأس سبله، كأس سبله. يبقى انا عندي الكأس ده اهو بيساوي كلمه ايه؟ كلمه سبله. تمام؟ دول كده مين؟ دول كده اللي هو اول حاجه هتقابلنا اللي هي لونها ايه؟ لونها اخضر. يبقى انا معايا اول حاجه في الزهره وهي الكأس. ده كده اول محيط معانا، ده كان عباره عن ورق شكله اتغير وخلالي لونه ايه؟ اخضر، بيكون لي اول محيط في الزهره. طيب هنخش بعد ما الزهره تفتح هتشوف ورق ملون. الورق الملون ده اسمه ايه؟ اسمه التويج. يبقى انا عندي كأس تويج. تاني حاجه اسمها ايه؟ التويج. ماشي. التويج ده كده لو عايز اقول عنه اي حاجه هقول ان هو ورق ملون. طيب هو انت الورق الملون ده هتتخيل وظيفته ايه؟ بيجذبك صح؟ فهو بيشكل عامل جذب، اللون بتاعه بيجذب. طيب هل الزهره مهم بالنسبه لها ان هي تجذبك انت؟ لا، ده مهم بالنسبه لها ان هي تجذب الحشرات اللي هتساعدها في عمليه هنعرفها كمان شويه وهي عمليه التلقيح. يعني انا من الاخر النبات عنده ورق ملون اسمه التويج عشان يجذب الحشرات عشان تساعده في عمليه هو محتاجها اللي هي عمليه التلقيح. يبقى انا عندي اول ورق كان لونه اخضر بيحمي الحاجات اللي جوه، تاني ورق اسمه التويج ده ملون فهيجذب الحاجه اللي النبات محتاجها اللي هي مين؟ جذب الحشرات. الحشرات دي بتساعد النبات في عمليه الايه؟ عمليه التلقيح. تمام. طيب زي ما هم كانوا قاعدين فاضيين وسموا الكأس سبله فالتويج اسمه بتله. يبقى كأس سبله تويج بتله. تمام؟ كأس سبله تويج ايه؟ تويج بيساوي كلمه ايه؟ بتله. ماشي. وده كده الورق اللي هو مين؟ الورق الملون ده. تمام؟ يبقى انا عندي
كده الورده مقفله، حواليها كأس سبله ورق اخضر بيحمي الحاجات اللي جوه، بعده كأس تويج، التويج ورق ملون بيجذب الحشرات عشان تساعده في عمليه التلقيح. طيب نخش بعد كده على ده كده، ده اسمه ايه؟ اسمه الطلع. يبقى تالت حاجه معانا وهي الطلع. ماشي. الطلع ده لو جيت تبص هتلاقيه عباره عن خيط وفي نهايته 4 حاجات كده، صح؟ طيب فقال لك الطلع ده بينقسم الى جزئين، عباره عن خيط وفي نهايته متك. يبقى الطلع عباره عن خيط وايه؟ خيط ومتك. يبقى انا عندي ده كده خيط وده كده متك. يبقى الطلع ايه؟ عباره عن خيط ومتك. يبقى انا عندي دلوقتي كأس تويج طلع 2 طلع 2 خيط ومتك. طيب لو قلت لك ان الطلع ده هو العضو الذكري في النبات، يبقى العضو الذكري في النبات وهو الطلع. طيب العضو الذكري اكيد هيبقى وظيفته تكوين الامشاج الذكريه. الامشاج الذكريه في النبات اللي هي حبوب اللقاح. طب حبوب اللقاح دي بتتكون في الخيط ولا في المتك؟ قال لك المتك. يبقى المتك ده هو وظيفته تكوين حبوب اللقاح. تكوين حبوب الايه؟ تكوين حبوب اللقاح. يبقى انا عندي الطلع هو ده العضو الذكري، العضو الايه؟ الذكري. اهو علامه المذكر اهي، الدرع اللي بيحميك والسهم اللي انت بتحارب بيه، فالذكر كان بيحارب فرمزه بيكون دوريه بترمز للدرع اللي كان بيحميه والسهم اللي كان بيحارب بيه. يبقى درع وسهم، يبقى دي علامه الايه؟ الذكري. اما تشوف الشكل ده كده ايه؟ مذكر. يبقى الطلع هو العضو الايه؟ الذكري، خيط ومتك. متك تكوين حبوب لقاح، الخيط يحمل الايه؟ المتك. طيب قال لك زي ما هم قاعدين فاضيين فبيسموا كل حاجه باسم تاني. فانا عندي كأس سبله، تويج بتله، طلع سداه. طلع ايه؟ سداه. ماشي. يبقى انا قلت الطلع ده هو عباره عن العضو الذكري بيتكون من خيط ومتك. المتك ده المكان اللي بتتصنع فيه حبوب اللقاح، فبالتالي ده كده العضو الايه؟ الذكري. فين الطلع ده؟ قال لك اهو، هو ده الايه؟ هو ده الطلع. طيب فاضل مين؟ فاضل واحد بس. يبقى احنا لو جينا عدينا المحيطات الزهريه هتلاقي كأس تويج طلع، اخر واحد معانا اللي هو رقم 4 حاجه تسمى المتاع. الايه؟ المتاع. طيب المتاع ده لو جيت توصفه هتقول ان هو عامل شبه القله كده، تمام؟ ليه قرص من فوق وبعدين قلم، يعني حاجه طويله رفيعه كده، وبعدين الانتفاخ بتاع القله من تحت. ماشي. فتعالى كده نرسمه هتلاقيه عامل ازاي. بص، ليه قرص من فوق كده وبعدين حته طويله ورفيعه كده، وبعدين في نهايته ايه؟ انتفاخ. ماشي. فقال لك المتاع ده بينقسم الى 3 اجزاء. اول جزء معانا ده اهو اسمه ميسم. يبقى رقم 1 المتاع بيتكون من حاجه اسمها ايه؟ ميسم. طيب الميسم ده لو جينا نوصفه هنقول ان هو عباره عن قرص ريشي، يعني فيه ريش وبيكون لزج. يبقى الميسم ده قرص ريشي لزج. ليه؟ قال لك اصل بص النبات بيعمل ايه؟ احنا هناخد اهميه النبات دلوقتي او اهميه الزهره. هنقول ان ده بيكون حبوب اللقاح. حبوب اللقاح بتيجي من هنا لهنا عشان تعمل يعني دي عمليه تلقيح، ان هي حبوب اللقاح تيجي من هنا لهنا. طيب عشان اضمن ان حبوب اللقاح تستقر هنا، قال لك بص تخيل كده ان انت معاك مكتب، ماشي؟ مكتب اهو وعليه ازاز، ورحت جاي حادف بلي فوق. البلي ده هيقع بسرعه، صح؟ فبالظبط لو حبه اللقاح بتقع على ده كده فالمفروض ده يقع. طب عشان ما يقعش هعمل ايه؟ قال لك خلاص هنشيل الازاز ده ونحط نجيله، فبالتالي قرص ريشي، فده هيخلي حبوب اللقاح ما تقعش. طيب انا عايزها ما تقعش، يعني ايه؟ ابقى ضامن ان هي مش هتقع. قال لك خلاص حط فوق النجيله دي عسل، خليها ايه؟ ملزقه، عشان اول ما حبه اللقاح تقع ما تعرفش تتحرك. ليه؟
لازقه هنا خلاص، لازقه عشان الزوجه والريش مش سطح املس مش هتقع. يبقى انا عندي قرص ريشي لزج. ليه؟ هو قرص ريشي لزج عشان يثبت حبوب اللقاح ايه؟ فوقه. يبقى ميسم ده هو قرص ريشي لزج عشان حبه اللقاح اما تيجي تقع هنا كده ما تمشيش، تمام، وتتنيها قاعده في مكانها. طيب الحته الطويله دي كده ورفيعه، حاجه طويله ورفيعه تبقى القلم. اسمها الايه؟ القلم. قال لك حبه اللقاح لما تيجي تقف هنا المفروض عايزه تخش جوه عشان البويضه بتتكون هنا، تمام؟ طيب فعايزه تخش، قال لك هي هتعمل انبوبه تخش بيها. طب مين اللي بيحدد اتجاه الانبوبه ده؟ قال لك القلم. يبقى القلم ده وظيفته تحديد اتجاه انبوب الايه؟ انبوب اللقاح حتى يصل الى المبيض. يبقى القلم ده وظيفته تحديد اتجاه انبوب اللقاح حتى يصل الى المبيض. مفهوم؟ تمام. يبقى احنا قلنا اول حاجه معانا ميسم، قلم، مبيض. رقم 3 المبيض. الايه؟ المبيض. قال لك المبيض ده هو عباره عن الحاجه اللي فيها انتفاخ في المتاع، صح؟ المبيض ده قال لك وظيفته تكوين البويضه. يبقى اللي بيكون حبوب اللقاح هو المتك، اللي بيكون البويضه هو المبيض. طيب زي ما كانوا بيسموا اي حاجه باسم تاني سموا المتاع باسم القربله، سموه باسم الايه؟ القربله. وهو يا عم تمام. طيب يبقى احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ هنحفظهم ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ كأس بله، تويج بتله، طلع ده بتاع قربله، تمام. طيب كأس ورق اخضر بيحمل الحاجات اللي جوه. طيب عندك التويج ده ورق ملون بيعمل ايه؟ بيجذب الحشرات. بعد كده الطلع ده عباره عن خيط ومتك، المتك بيكون حبوب اللقاح، الخيط شايل المتك. طيب المتاع ليه اسم تاني القربله. طيب بيتكون من 3 اجزاء، ميسم، قلم، مبيض. قلنا المتاع ده شبهه بالقله، ميسم بيستقبل حبوب اللقاح، قلم بيوجه حبوب اللقاح، مبيض بيكون البويضه اللي حبه اللقاح محتاجاها. مفهوم؟ طيب عندنا ملحوظه صغيره كده، قال لك في بعض الازهار ما بنقدرش نفرق ما بين الكأس وما بين التويج، بيكونوا الاثنين نفس اللون. يبقى في بعض الازهار ما بنقدرش نفرق ما بين الكأس وما بين التويج. قال لك في الحاله دي انا مش عارف افرق، اقول مين اول محيط ومين تاني محيط. احنا كده عرفنا ان المحيطات 4 صح؟ ممكن يبقوا 3 لو انا ما قدرتش افرق ما بين الكأس وما بين التويج. قال لك في بعض الاحيان بيكون لون الكأس نفس لون التويج فمش هقدر افرق ما بينهم، فقال لك انا هسميهم الاثنين مع بعض باسم المحيط الزهري. المحيط الايه؟ المحيط الزهري. يبقى اما يجي يقول لك يعني ايه محيط زهري، ده عباره عن الكأس والتويج معا عندما يصعب التفرقة بينهم. اما يكونوا الاثنين لون ايه؟ نفس اللون، تمام؟ طيب ده بيكون خاص اكتر بالنباتات ذوات الفلقة الواحدة. طيب انت مش عارف يعني ايه ذوات الفلقة الواحدة، هنعرفهم في اخر الدرس، بس احفظ دلوقتي كده ان اللي بيكونوا البذره بتاعتهم فلقه واحده بيكونوا عندهم محيطات زهريه، يعني ما بقدرش افرق ما بين الكأس وما بين التويج بتاعتهم. ده زي مثلا التوليب ده اللي كان ايه؟ كان طرفيه وحيده، اللي كانت الزهره اللي بتطلع فوق اللي هي 2 7 6 دي، ماشي؟ فالمحيطات الزهريه دي بتكون خاصه بايه؟ ذات الفلقه الايه؟ الفلقه الواحده. يبقى النباتات اللي بتكون فلقه واحده ما بقدرش افرق ما بين الكأس والايه؟ والتويج. مفهوم؟ طيب احنا هناخد بقى ايه في الدرس ده؟ احنا عرفنا الزهره وعرفنا ان هي عضو التكاثر وعرفنا بتتكون من ايه وساق قصيره والكلام ده كله. حلو ماشي. قال لك بص احنا هناخد في الزهره هم 4 مواضيع، ماشي؟ قال لك البتاع ده بيكون حبه اللقاح، قول لي ازاي بيكونها. البتاع ده بيكون البويضه، قول لي ازاي بيكونها. فانا كونت المشيج ده وكونت المشيج ده، تمام معاك. بعد ما تكون المشيج المفروض تنقله من هنا لهنا، فدي عمليه
التلقيح، واما يجي هنا المفروض يخش جوه صح للبويضه، فده عمليه الاخصاب. يبقى احنا هناخد 4 مواضيع لحد دلوقتي، هناخد تكوين حبوب اللقاح، تكوين البويضه، عندك بعد كده بعد تكوين البويضه عمليه التلقيح وعمليه الاخصاب، وناخد النتيجه بتاعت الاخصاب والتلقيح. فقال لك التلقيح ده بيكون الثمره والاخصاب بيكون البذره، فعايزين نعرف ايه هي البذور وايه هي الثمار. يبقى انا هاخد كام حاجه في الدرس ده؟ تكوين حبوب اللقاح، تكوين البويضات، تمام، التلقيح، الاخصاب، الثمار، البذور. مفهوم؟ فل. طيب ننتقل لاول وظيفه معانا في وظائف او من وظائف الزهره، وهي تكوين حبوب اللقاح، اي تكوين المشيج الذكري. بص، حبه اللقاح بتتكون في حاجه اسمها الايه؟ المتج. طيب انا لو عايز اوصف المتج ده هقول المتج ده عباره عن 4 حجرات، ادي حجره وادي حجره وادي حجره وادي حجره. ماشي. طيب اشبهه لك كده تشبيه، بص عارف الفول السوداني؟ اكن معايا 4 حبات فول سوداني جنب بعض كده، ورحت جاي لف حوالين بلاستر، ده كده شكل بالظبط شكل المتج. طيب اول حاجه كده تتكون حبوب اللقاح في المتج. طيب انا عايز مثال على نبات بيكون المنتج بتاعه كبير عشان ادرس عليه. قال لك في نبات اسمه الزنبق، نبات اسمه الايه؟ الزنبق. ده من النباتات اللي المنتج بتاعها بيكون ايه؟ ربنا مبارك في حجمه كده. ماشي؟ فالمنتج ده انا عندي نبات اسمه الايه؟ الزنبق. ماشي. طيب لو انا عايز اوصف المنتج دلوقتي هقول ان هو عباره عن 4 حجرات. يبقى انا لو هوصف المنتج هو عباره عن 4 حجرات. يبقى المنتج 4 حجرات، 4 اوض، كل اوضه فيها كيس. يبقى انا عندي 4 حجرات بيساوي 4 اكياس. ماشي. يبقى انا عندي كل واحد من دول فيه كيس. الكيس اللي جواه ده قال لك الكيس بيبقى مليان خلايا اسمها خلايا جرثوميه اميه. يبقى انا معايا 4 حجرات فيها 4 اكياس تحتوي بداخلها على خلايا جرثوميه أمية 2 نو. يبقى تاني أنا دلوقتي اللي بيكون حبوب اللقاح هو المنتج. عايز مثال على نبات المنتج بتاعه كبير في الحجم، هو نبات الزنبق. طيب المنتج الواحد عبارة عن إيه؟ قلنا 4 أوض، كل أوضة فيها كيس، يبقى أنا معايا 4 أكياس، كل كيس جواه خلايا اسمها خلايا جرثومية أمية بتكون 2 نون، لأن هو أصلا النبات ذات نفسه 2 نون، فأكيد الخلايا اللي موجودة في المنتج لسه 2 نون. طيب هقول لك كام تريكه كده عشان تساعدك في الحفظ والدنيا تبقى سهله عليك. بص، من قبل ما نتكلم على خطوات تكوين الامشاج اللي هي حبوب اللقاح او ايا كانت الامشاج، فانا عندي قاعده. قال لك بص، الامشاج في النبات هتلاقي دايما ان هي عباره عن انقسام ميوزي. يبقى انا عندي دلوقتي احفظ الملحوظه دي، تكوين الامشاج في النبات ده بيبقى عندك خلية هيحصل لها ميوزي فتطلع لك 4 خلايا، لأن الميوزي بيطلع كام خلية؟ 4، وبيكون فيهم الكروموسومات النص. يعني لو خلية 2 نون عملت انقسام ميوزي اللي هو الميوزي الأول والميوزي الثاني، هتطلع لي 4 خلايا كل خلية فيهم نون. يبقى أنا عندي أي تكوين أمشاج في النبات بيبقى عبارة عن انقسام ميوزي. يعني لو دخلت خلية 2 نون هيطلع لي 4 خلايا نون ونون ونون ونون. يبقى أول حاجة كده أي تكوين أمشاج في نبات هعمل إيه؟ هروح جايب الخلية أعمل لها انقسام ميوزي فطلع لي 4 خلايا. طيب ماذا بعد؟ ثم ميتوزي نووي. يعني إيه للنواة؟ يعني إيه من الآخر؟ بص بقى يا باشا، تكوين حبوب لقاح، تكوين بويضات، من الاخر احنا هنعمل انقسام ميوزي. يعني معانا خليه هنعمل لها ميوزي فتطلع لنا 4 خلايا، واخش على ال4 خلايا اقسم النواه بتاعتهم 2، يعني اعمل للنواه فقط انقسام ميتوزي، فبدل ما تبقى نواه واحده تبقى نواتين. يبقى تكوين امشاج في نبات بيبقى عباره عن انقسام ميوزي ثم ميتوزي نووي. في الانسان العكس، الانسان بيكون انقسام ميتوزي عادي ثم انقسام ميوزي عادي. تمام؟ يبقى انا عندي تكوين الامشاج في النبات عكس الانسان. النبات بيعمل ايه؟ بتخش خليه 2 نون يحصل لها ميوزي فتطلع لي 4 كل واحده فيهم نون،
بعد كده اخش على الاربع خلايا اقسم النواه بتاعتهم، يعني بعمل ميتوزي نووي، يبقى واحد ميوزي فطلع لي خلايا كل واحده فيها نواه واحده نون. طيب ميتوزي نووي الخليه الواحده من الاربعه كل واحده يبقى فيها ايه؟ نواتان. حفظت القاعده؟ يبقى اي تكوين امشاج في نبات ميوزي ثم ميتوزي نووي. الانسان العكس، ميتوزي ثم ميوزي، يبقى نبات ميوزي ثم ميتوزي نووي، انسان ميتوزي ثم ميوزي. طيب تعالى نقول بقى حبوب اللقاح بتتكون ازاي؟ قال لك بص، حبوب اللقاح بتتكون في المتك، والمتك ده 4 اكياس، 4 حجرات جواهم 4 اكياس، جواهم خلايا جرثوميه اميه. يبقى اكيد الخلايا الجرثوميه الاميه دي هي اللي هتكون لي حبوب اللقاح. فانا هبدا رقم واحد، معانا خليه جرثوميه اميه 2 نون. طيب ماذا بعد يا باشا؟ قال لك انت حافظ ايه؟ حافظ ان تكوين الامشاج في النبات تمام انقسام ميوزي ثم ميتوزي، فالخليه دي انا هعمل لها انقسام ميوزي. فقال لك اما تعمل الخليه دهيت انقسام ميوزي هتكون لك 4 جراثيم صغيره. مش دي جرثوميه اميه؟ الجرثوميه الام دي اما نقسمها هتديني 4 جراثيم. كلام دي جرثوميه اميه يعني ام الجراثيم، فما هتخلف 4 ايه؟ جراثيم. فدي نواه او خليه واحده هتدي لي كام خليه؟ 4 جراثيم، بس بيكونوا لسه ماسكين في بعض، لسه هينفصلوا دلوقتي. طبعا كل واحده فيهم ايه؟ نون فقط. طيب دول اسمهم ايه؟ 4 جراثيم صغيره. يبقى تاني انا عندي دلوقتي خلايا جرثوميه اميه هيحصل لها انقسام ميوزي فتكون لي 4 جراثيم. طيب بعد الميوزي ميتوزي للنواه هخش على الخلايا دي اعمل ايه؟ امسك النواه هقسمها 2، فبدل ما تبقى نواه واحده تبقى نواتان. يبقى تاني خطوه وهو ميتوزي نووي. يعني ايه؟ هخش على الجراثيم الصغيره اعمل ايه؟ اقسم النواه 2. فقال لك هيبقى الشكل كده، ادي جرثومه صغيره بدل ما نواه واحده تبقى نواتان، ادي جرثومه صغيره بدل ما نواه واحده تبقى نواتان، ادي جرثومه صغيره بدل ما نواه واحده تبقى نواتان، عشان انا عملت ايه؟ ميتوزي نووي. ماشي، كل واحده فيهم هتكون ايه؟ نون. هي نون بس فيها نواتان، وضحت؟ كل نواه نون، فانا بعتبر ان هم نواه واحده واقول ان هم ايه؟ نون، مش بعتبر من الاخر. احنا بنحسبها ازاي؟ بص دلوقتي طالما النواه دي نون ودي نون يبقى كل نون، وضحت؟ لو النواه 2 نون تبقى 2 نون. فانت عندك دلوقتي خلايا جرثوميه اميه حصل لها ميوزي فكونت لي 4 جراثيم، بعدين دخلت على الجراثيم قسمت الانويه الى نواتان. طيب اسمهم ايه النواتين دول؟ قال لك في واحده فيهم هيبقى اسمها نواه انبوبيه، دي اللي بتكون الانبوب بتاع اللقاح، ونواه تانية اسمها نواه مولده. طيب هل دي كده حبوب لقاح؟ قال لك لسه، يعني ايه؟ اتقل شويه. بص اللي خلق الكائنات دي كلها هو واحد بس، ربنا. فدليل على وحدانيه الخالق ان احنا كلنا على الرغم من اختلاف الكائنات مخلوقين بنفس الطريقه، او على الرغم من اختلاف الكائنات في تشابه في طريقه التصنيع. يعني هتلاقي الامشاج بتاع الذكر اخر خطوه فيها برضو ان انت تلعب في الشكل من الاخر برضو. طيب الامشاج بتاع النبات هتلاقي اخر خطوه اللي انت تلعب برضو في الشكل. فبص احنا عارفين الخطوات البيزكس اللي انت هتعمل ايه؟ هتجيب خليه تعمل لها ميوزي، بعد كده ميتوزي نووي، فانت كده خلصت الامشاج. طيب زود دي من عندك بقى، هتقول ان تكوين الامشاج الذكريه اخر خطوه دايما انت بتعمل حاجه في الشكل. يعني انا مش هعمل انقسام، انا هعمل حاجه في الشكل. فهو فعلا شايف دول عشان يبقوا حبوب لقاح احنا محتاجين نعمل حاجه واحده بس، نحط عليهم غلاف سميك من بره. يبقى انا اخر خطوه هجيب الخلايا اللي فيها نواتين دهم واعمل غلاف سميك
ليه يا باشا؟ قال لك اصل حبوب اللقاح ديت هتطير وتروح للميسم ومش عارف ايه، فهتقابل صعاب والبلاوي اللي انت عارفها دي، فلازم تكون في حاجه محوطاها تحميها من الظروف المحيطه. يبقى انا عندي غلاف سميك، فانا عندي اي واحده من دول عشان تبقى حبه لقاح لازم نحوطها بغلاف يحميها. دي كده حبه ايه؟ حبه لقاح. دي كده حبة ايه؟ لقاح. مش عارف هي قلبة مني على شمس كده ليه، بس تمام يعني. اعذروني يا شباب. طيب بس يا باشا، هي كده دي خطوات تكوين مين؟ حبوب اللقاح. موضوع سهل بسيط، اي حاجة عامة في الذكر ايه سهلة، فاهم؟ المهم دلوقتي كده لو انا عايز اقول تكوين حبوب اللقاح وانا عايز احفظ كده زي الباشا، هقول والله بص، تكوين امشاج في النبات عامة انقسام ميتوزي ثم ميتوزي للنواة. تمام. انا اي تكوين امشاج ببدا بالخلايا الجرثوميه الاميه. انا عندي 4 اكياس، كل كيس فيهم مليان خلايا جرثوميه اميه. مفهوم؟ طيب دلوقتي انا هعمل ايه في الخلايا الجرثوميه الاميه دي؟ هخش جواها واعمل انقسام ميوزي للخلايا، فالخليه الواحده تديني 4 خلايا، 4 جراثيم صغيره. طيب الخطوه الثانيه ميتوزي نووي، فاخش على الانويه اقسمها 2. طيب اخر خطوه طالما دي امشاج ذكريه تبقى هتعمل حاجه في الشكل، ان انا هضيف ايه؟ غلاف سميك حواليها. طيب لاحظ حاجه، ان انا عندي كل كيس في عدد من الخلايا الجرثوميه الاميه. ماشي. فاما اجي اقول لك سؤال مشهور جدا، اقول لك احسب عدد حبوب اللقاح المتكونه، ماشي، اذا كان الكيس الواحد، اذا كان الكيس يحتوي على 100 خليه جرثوميه أمية، يحسب عدد حبوب اللقاح. طبعا الخطأ الشائع اللي انت هتشوف انت عندك كام خلية جرثومية أمية؟ 100 صح؟ الخلية الجرثومية الأمية الواحدة طلعت كام حبة لقاح؟ 4. تروح جاي طالب 4 في 100 400 حبة لقاح. حمار. ليه؟ أنا قلت الكيس الواحد، الكيس فيه 100 خلية، انت معاك كام كيس؟ 4 اكياس. يبقى اول خطوه احسب لي عدد الخلايا الايه؟ الجرثوميه الاميه. دلوقتي انا عندي كام كيس؟ عندي 4 اكياس، كل كيس فيه كام خليه؟ فيه 100 خليه. يبقى انا معايا كام خليه جرثوميه اميه؟ معايا 400 خليه جرثوميه ايه؟ اميه. وانت عارف ان الجرثوميه الاميه الواحده بتكون كام حبه لقاح؟ 4. يبقى 400 اللي هم 400 خلية جرثومية أمية. يبقى إذن عدد حبوب اللقاح هيساوي 400 في 4 هيساوي 1600 حبة لقاح. يبقى تاني، ايه هي حبوب اللقاح؟ حبوب اللقاح هي الامشاج الذكريه بتتكون في المتق. ازاي بنكونها؟ اي امشاج عامه في النبات عباره عن انقسام ميوزي ثم ميتوزي نووي. ماشي. واخر خطوه دايما ان احنا هنضيف غلاف ايه؟ غلاف سميك. بس كده الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. بشكركم لو وصلت لحد هنا، بالتوفيق ان شاء الله دايما يا دكاتره. السلام عليكم.